خلاص مش علام، مش شغال عند امك يا منافق قصدي الاعلام. العامل مش عارفني وتقول علينا مجانين، قال دم اخويا في رقبتي امال حقه عندي مين؟ برنامجه قاعة افراح بيظبط له المكياج، جربت تلبس باروكة قوم راح واعمل مساج. وانا تعب نفسي ليه وقف انا واتكلم معاك؟ لا عندك حق يا باشا سيادة اللواء نجم الشباك. يا بتاع مساء الانوار برنامج اخبار اسرار، ده مذيعنا صاحب قرار شلبوك لاخر المشوار. مهما تلف ومهما تدور هطلع لكم لو قطع النور. يا صباح الخير يا صباح النصر مدحت شلبي بطل فش. هنا بقى وستوب وحاسب وارفع تعظيم سلام، وسع لسيادة النايب شوشو رمز الإعلام. البيع على طول محايد وملوش بقى في النفاق، والناس كلها بتحبه من شبرا لحد الوراق. ما عندوش وقت ضايع عنده وعد احتراف، كل ساعتين برنامج بالليل لميا واللحاف. انا راجل وبتاع كله اوعى تغير المحطة، انا رمز الحزب الوطني ما عنديش بالاحمر ولا نقطة. تبطيل كورة مع شوبير برنامج مثير خطير، الساعة 6 كل يوم عافية وذوق وبصل وتوم. انا هطلع يعني هطلع اشمعنى شلبي يطلع؟ استفتاءنا في السليم امسح لي الجزمة يا ابراهيم. الخرم حكايته حكاية إعلامي فن الحال، العقدة عنده جزء يطلع له وسط الأحلام، ويقول أنا ابن النادي ويهاجمه في أي مكان. دي دماغ برشام يا يونس هتوديك سكة إدمان. أيوة بحب علاء وجمال نفسي أزورهم نفسي يا ناس، أنا لسه صاين العشرة لسه الخدان عامله مداس. ومساند أيوة شفيق ومعاه في الحملة أكيد، والثورة كمان بحاربها أيوة أنا عايز عبد وسيم. وبدرب في المنتخبات وبسيبها لك للقنوات، ومحلل بطيخ قديم دي دماغ قلبها على برسيم. بفتي في أي شيء يكون كورة سياسة بنزيون، وفي برنامجي أراجوز ضمير متبقى من يعوز. أما خالد الغندور كان كومبارس في الأفلام، ورا هيفا كان بيدور لقى نفسه وسط الإعلام. يا علاء بيه تراني بكيت وأنا قلبي يا ناس حساس، واشمعنى الثورة في تونس؟ يلا الثورة دي كخة يا ناس. شفت بعيني أنا الوجبات جوا ميدان التحرير، أيوة أنا بفهم في سياسة بابي حكالي عنها كتير. بيقولوا عليا انا ازعق وكمان سموني فطوطة، من عيني هتنزل دمعة احسه بالشاب ده بسكوتة. ويقول في جيوبنا الملايين وبناخد من مين ومين، وبيتكلم على الاخلاق الله يرحم سب الدين. بينا قشة وبينه الطار عالشاشة فضايحهم عار، اعلام كفتة كباب ممبار والسب باصل الاخبار. دي اخرة الاستهتار سابوا معزة ويا خروف، دخل الشيطان ما بينهم قام مخلف ومحمود معلوف. طالع عالشاشة ينهق سلم لي على الإعلام، دي فصيلة نادرة جدا زي العكش مفيش كلام.
الربح ده عنده هواية، اسلوب النقد شوارع، على طول يشتم في الاهلي وقت الحق صوته مش طالع. الصبح بيبقى صحفي، بالليل اعلامي مشهور، بالواسطة كله هيمشي والحلق يصبح دكتور. عنده شوية مهارات في التلحيس للبهوات، وسميرة سعيد جت شردت له بكام دولار والشمعة